عرض الفيلم العرض الأول لفيلم من أجلك من إخراج خالد كبيش وسيناريو لشاهيناز مسعودي. طبعا هذا الفيلم ضمن فعاليات أو ما ينتج من خلال سبعينيات الثورة. اليوم سنستضيف إحدى المبدعات في هذا الفن، هي السيناريست شاهيناز مسعودي. ستتحدث عن العرض الأول للفيلم من أجلك من إخراج خالد كبيش. خالد الكبيش يقول وأداء العديد من الوجوه الفن والدراما والسينما في الجزائر. أستقبل ضيفتي لكن بعد هذا الفاصل الإشهاري للعمل الفني. ألقاكم بعد ذلك. يدين شكلين شسرة شو نهار وين كنت كل خوك ما بقاش كدا اللي فات، واليامات اللي راهم جايين أسوأ. لازم يجيبوه سنين باش تدي يدك. خوتي المراه كيفاش راح دروك؟ حسوا بيا. إلا أنت ما قلت لناش وين راه، حنا نعرفوا وين راه. اختي صالحين راكم غير تعيوا في رجالكم معايا، اقتلوني وتهناو. ما فاطمة ما تقولي ليش برك قتلوا زكريا ولدي. ثاني خايف. الله أكبر. تحيا الجزائر. وتحيا الجزائر دائما وابدا. ضيف الصباح بعد الفاصل. طبعا ضيفتنا في هذه الصبيحه هي السيناريست شاهيناز مسعودي. صباح الخير سيدتي الفاضله وشكرا على تلبيه الدعوه. صباح الخير الأخت وصباح الخير كل المشاهدين وشكرا جزيلا على الدعوة. صدقيني لما شفتك يعني أنا فرحت. علاش فرحت؟ لأنه نحتاج إلى الشباب في هذا الميدان الفني والثقافي، ونعلم أن السينما أصبحت أداة وقوة ناعمة لإيصال الرسائل عدة، وخاصة إذا كانت هذه الرسائل توثق لتاريخ بلدنا الجزائر، وهو تاريخ عظيم جدا. كنت شفنا عرض وفاصل إشهاري للعرض الفيلم الأول من أجلك لسيناريو طبعا لك شاهيناز مسعودي والإخراج لخالد حبيب الكبيش. أنا قلت غير الكبيش نزيدوا له حبيب. احكي لي شوية على هذا الفيلم، كيف جاءت فكرة الفيلم، من بعد نحكي من أجلك ماذا تقصدون. أذكر المشاهدين الكرام أن العرض الأول سيكون في قاعة سينماتيك سينماتيك 22 فبراير الماضي. أوكي تفضلي. أولا الفكرة كانت عندي من قبل، لأنه شوفي في الفيلم ركزت على الجانب الإنساني أكثر من الجانب التاريخي. الجانب الإنساني أكثر. تقدري تقولي باللي الفيلم هو ثوري درامي. يحكي يعني الفيلم يحكي على قصة حسنة. يعني أنا ركزت على النساء
النساء المناضلات اللي كانوا في وقت الثورة. صحيح. يعني قليل اللي كان يحكي عليهم. صحيح. يعني يقولوا باللي النساء يعني انا نقول باللي ما كان ان المراه ما كانتش كشاهده فقط، بل المراه كانت مناضله ايضا. صحيح. ولكن ما ركزوش على هذا الجانب، على هذا لم يتم تسليط الضوء على المراه. على المراه. يعني انا حكيت على قصه حسنه، هي قصه في الحقيقه واقعيه. وانا طورت القصه. كان الزوج تاعها مجاهد، والاستعمار الفرنسي به يلحق الزوج تاعها. هي كانت حامل، دوها للمستشفى باش تولد ونحاولها الطفل تاعها. ايوه. وطلبوا منها تقول لهم وين يجي الزوج باه يمضي حتى تدي طفل. وخلوها بين نارين، يعني في معاناة. في معاناة. نعم. تذكر وين راه الزوج تاعها ولا تدي الابن تاعها. يعني هنا اللي بدا النضال تاع المرأة تاع الشخصية هذه حسنة. وبدا الفيلم، يعني بدات الوقائع الفيلم كيفاش يعني حاربت على جال الابن تاعها وحاربت على جال الزوج تاعها باش ما يحكموش الاحتلال. نعم. وطبعا هذه كلها تدخل في كما قلتي الجانب الانساني اكثر، لانه في هذه النضالات وهذه البطولات اكيد هناك قصص انسانيه يعني كثيره. ربما هذه طريقه اخرى، يعني انجل داتاك جديده كما نقولوا، زاويه علاج جديده الى الافلام التاريخيه. هو الفيلم الدرامي التاريخي، الدرامي الانساني في الافلام. كيف اتفقتي مع المخرج وكيف تم اختيار ومن هي البطلة؟ لأن في أسماء كثيرة ما قدرتش نقراهم. البطلة كانت هي نرجس عسلي. نرجس عسلي. كان نشوف فقط حسن سمحي لي إلا كان نعاودوا نشوفوا بعض اللقطات المسلسل للفيلم. شكرا. ايوه تفضلي. بالنسبه البطله كانت نرجس عسلي، ويعني اللي لعبوا في دور البطوله هي لعبت نرجس عسلي، وكان جمال العروسي، جمال عوان، كانوا كلهم هذو في دور البطوله. أنا لاحظت حاجة على طلبت من حسن ونجدة المخرجة نعاودوا نشوفوا، لأنه اليوم كذلك من خلال الأفلام أن نروج إلى لباسنا التقليدي. كنت شفت السيدة نظن كانت لابسة لباس تقليدي، يعني شال وربا تزيري، يعني فكرتي في هذه؟ نعاودوا نشوف إلا كان بالأمكان. نظن البط فوالا واش كانت لابسة الفولارة هذه اللمسه تاع المخرج. هذه لمسه تاع المخرج. نعم. يكون في اتفاق عند اللباس، لانه اليوم كذلك نحتاج ان نروج الى ثقافتنا، الى تراثنا كذلك في اللباس التقليدي من خلال هذه الافلام. اكيد. شوف المخرج خاصه النضال. سمحي لي، المراه كانت تلبس بزاف الحايك، والحيك تاعنا تاع الجزائر. الملايه، دار الحايك، احولي في منطقه الجنوب، الملحفه او تملحفت بالامازيغيه. هذه كلها تستغل. تفضلي. المخرج خالد حبيب الكبيش يعني ركز على اللباس اكثر. يعني ما حبش يدير اللباس اللي كانوا يستعملوه في وقت الثوره. يعني حتى جبنا مصممين اللي صمموا لباس تاع خاص بالابطال. وحب يدير الحايك، يستعمل الحايك، يعني لمسه تقليديه جزائريه اصيله. وحتى حتى الممثلين الاخرين اللي لعبوا شخصيات ادوار ثانويه لبسهم ايضا كلهم لباس تقليدي. يعني نقدر نقول بلي هذه اللمسه تاع المخرج حب حتى البطل اللي كان مجاهد ما لبسوش لباس المجاهدين اللي كانت عندنا عليهم صوره في الافلام. يعني كان يعني لبسوا لباس اخر تماما، كان مخصص صمموا له مخصص ليه. طيب نحكيو الان، انت امراه وتكتب عن قصص هكذا من اجلك. ماذا تقصدين من اجلك؟ من اجلك؟ والله كي تقولي من اجلك تقدري تقولي من ولدها، راجلها، الوطن، داخله كل. تقدري تقولي من اجل الوطن، من اجل التضحيه، من اجل حسن. يعني انا في كل شخصيه في الفيلم
حطيت لها من اجلك. يعني الشخصيات تاعي كلها عندهم من أجلك. عندهم حكايتهم وعندهم من اجلك. هذه هي القصه تاع العنوان من اجلك. طيب نحكيو شوي على شاهيناز مسعودي. انت كسيناريست اليوم كثيرا ما نحتاج الى مبدعين امثالكم، لانه تلقاي فيه مخرجين فيه، لكن يحتاج قصه، لكن القصه تحتاج الى بناء درامي. اكيد البناء الدرامي ياتي من خلال السيناريست. كيف بداتي انت في الكتابه في الابداع؟ ثم نتحدث على نقطه اخرى مهمه جدا. والله كانت القصه قلت لك من قبل بانها قصه واقعيه. يعني لا كتابات كيفاش بديتي تكتبي؟ كيفاش بديت نكتب من قبل؟ في الابداعات يعني انت حكيتي لي في البدايه. اول بداياتي كمبدعه. نعم. كسيناريست. اول بداياتي كانت في الشعر الشعبي. الله. يعني من نهار كنت صغيره ولا نكتب، يعني من نهار نشفى بديت نكتب. شحال كان عمرك كي كتبتي اول حاجه تشايله؟ نهار تعلمت نكتب. تعلمت سنه ثالثه سنه رابعه. كنت نتخيل نكتب فقرات هكا، يعني كنت دائما في التعبير الكتابي كنت احسن نقطه. ندي نقطه عاليه. احسن نقطه. من تما بدت الحكايه، بديت نكتب قصص الاطفال، نكتب شعر شعبي، وبعد رحت المسلسلات التلفزيونيه. من بعد ما ننساوش باللي خالد حبيب الكبيش هو الزوج تاعي المخرج، الله يبارك. يعني كي تعرفت عليه وليت داني لعالم السينما. وليت نكتب في السينما مليح. وعجبتني الحاله وقعدت في عالم السينما. في عالم السينما. نعم. طيب اليوم حظوظ المراه في السينما، وجود المراه وقضايا المراه في السينما، وانت كامراه ولابد من معالجه بعض القضايا التي تحتاجها المرأة في حياتها. ونعرف أنه في الدول العربية دون ذكر والإشارة فيه قوانين عدلت من خلال بعض المسلسلات التي عالجت بعض المشاكل التي تواجه المرأة. كيف ترين أن الفن والسينما له قدرة على التأثير؟ يعني كيفاش يقدر يغير في نظرة المجتمع لأمور ما، لقضايا ما، لعمل المرأة، لكتابة المرأة، لفن المرأة، يعني في أمور كثيرة. يعني أنا وش نقول لك، أكيد يعني لازم تسمع صوت المرأة. وباش تسمع صوت المرأة هي بواسطة الكتابة ولا الإبداع. لما تبدع المرأة يعني صوتها يبان، واذا ما كانتش مبدعه يعني قعدت بدون ابداع صوتها عمره ما حيبان. يعني انا نقول لكل النساء دائما نقدم نصائح، نقول لهم ابدعوا، فالابداع جميل جدا. يعني هكا باش يلحق الصوت تاعكم لكل العالم. واكيد يعني انا نشوف باللي المراه عندها ابداع اكثر من الرجل، خاصه في كتابه السيناريو. يعني كتابه السيناريو في الكتابه يعني عندها جانب اخر، جانب ياثر، يعني جانب تاثيري، يعني جانب قوي اكثر من الرجل. وهذا الشيء يعني جميل جدا. يعني وفعلا نشوفوا حتى على مستوى العربي وحتى على مستوى الجزائري تقريبا الافلام اللي عملت يعني ضجه او المسلسلات. نعم. لسيناريست هما للنساء مثلا التلفزيون الجزائري كثير كان السيده فاطمه وزان، يعني نعم. كانت نحييها بالمناسبه. نعم. كانت اسيا جبار يعني، لكنها تحدثت على الدراما والتلفزيون. نعم. سيدات استطعنا يعني يثبتن يعني وجودهن على الساحه. يعني نشوف انه المراه ماهيش تكتب على الثوره، ما عندناش افلام ثوريه يعني كتبتهم امراه. الكل اغلبيه الافلام الثوريه رجال، كلهم رجال. انت يعني اول وحده. نقدر كانت اسيا جبار، قبلي كانت هاجر صباطه اللي دارت الفيلم قبل تاع الطياره الصفراء. ونظن انه انا اللي كتبت على، يعني ما شفتش باللي كاين نساء كتبوا على الثوره من قبل. ومن زاويه اخرى ثاني، الزاويه كما قلتي من قبيله، الجانب الانساني التاريخي يعني درامي طوري. هذا شيء جميل انه نعاودوا نشوفوا ثوره الجزائر ونضالات النساء. نعم. والرجال من زاويه اخرى. نعم. انسانيه، يعني طريقه مجدده، طريقه اللي حبينا حبيت نكتب انا هذه القصه بطريقه مغايره حتى تبقى للجيل، يعني باش يستمتع بها الجيل القادم ان شاء الله. يعني ما حبيتهاش تكون
تقليديه كما الافلام اللي فاتت. يعني احنا حتى المخرج استعمل تقنيات يعني تقنيات جديده على الافلام اللي الماضيه. ما هي تقنيات الإسعاف قبل ما نختموا معك؟ أولاً شو التقنيات اللي يخدمها المخرج؟ اولا في التصوير صور في اول الفيلم في الخارج يعني المشاهد الخارجيه هي كالافلام السينمائيه، ولكن الافلام الداخليه لي بلاطو يعني داخليه دارهم كمسرح والمجاهدين كي كانوا المجاهدين في الحرب ما كانوش يتعاركوا كما كنا نشوفوهم هاك، يعني جاب شخصيات رياضيين اللي لعبوا في هذا الفيلم شخصيات كلها رياضيه، يعني استعمل الحرب بروح رياضيه ليست كالافلام، يعني ليست بالطريقه التقليديه. اكيد هذا يعني فيه زواج وعقد يعني بين انت والسيد خالد نحييه، فيه كذلك عقد فني اعتقد انكم ستكونون ثنائي وتقدمون الكثير للساحه الفنيه الجزائريه. سيده شاهيناز مسعودي، في الختام قولي لي كلمه، ربما سؤال كنت تنتظري اني نطرحه لك ما طرحتوش. لا تفضلي في الاخير يعني كلمه. في الاخير نقول فقط اريد يعني نصيحه هكا للشباب اللي عم يكتبوا قاطعين الامل، يقولوا انه انا نكتبوا في هكا. قبل ما تعطيني كلمه في الختام، معليش حسن هذه بك نقطه. كثير ما يقال انه في سيناريو الجزائري اللي سيناريست ما يقدروش يعطونا اللغه الجزائريه جزائريه بدون استعمال بعض المصطلحات الفرنسيه، وإحنا نعرفوا انه لانه في عامل تاريخي شئنا ام ابينا. كيف يعني في الكتابه يعني في الكتابه ما نستعملوش اللغه الفرنسيه. احنا في الفيلم تاعنا ما استعملناش كامل اللغه الفرنسيه. يعني حبينا نكتبوها بالعربيه، يعني العربيه الى للضروره، ربما استعملناها للضروره. نعم. حبينا باش توصل يعني يفهموا كامل، لانه الفيلم ماذا بينا كامل يعني يقعد للاجيال ويفهموا اللغه. يعني ان شاء الله تشاركوا فيه في جوائز وطنيا وعربيا واقليميا ودوليا وتحصدوا الجوائز. شكرا لك جزيلا. يعطيك الصحه سيده شاهيناز مسعوديه، سيناريست لفيلم من اجلك الذي كان لاخراج خالد حبيب الكبيش. هكذا تحياتي لكما وشكرا على هذا الابداع، وان شاء الله نرى المزيد من الافلام والمسلسلات لما لا في الساحه الفنيه الجزائريه. متواصل